جدعة، وأقصد هنا حد متحمل المسؤولية، وده برغم إن عندها 17 سنة، وقصتها عبارة عن درس حقيقي لينا كلنا. كم مرة حكمنا على موقف أو ناس وإحنا مش فاهمين الصورة الكاملة؟ كم مرة أخدنا قرار بسبب كلمة من حد كان هدفه بس باللغة العامية كده يسخننا على حد تاني، متعمد يقولك الكلام بطريقة تخليك ترتكب تصرف صعب جدا، بس لو التصرف ده وصل لارتكاب جريمة صعب قوي نعرف نصلح اللي حصل. وللأسف ياسمين عاشت التجربة الصعبة دي بلا عودة في القصة الكاملة. 28 يوليو 2025 وتحديدا الساعة 10 بالليل بيوصل بلاغ لرجال الأمن في مركز درب نجم في الشرقية، والبلاغ بيقول إن في بنت عندها 17 سنة وصلت المستشفى، وإن الفريق الطبي لما استلموا الحالة دي في قسم الطوارئ اكتشفوا إنها متوفية بقالها ساعتين. وساعتها الفريق الطبي بلغ رجال الأمن لأنه كان باين على جثمان الطفلة دي آثار تعذيب واضحة جدا، وعلشان كده كان في شبهة جنائية. ولما لاحظ الفريق الطبي ان والدها منهار جدا وعمال يقول ان هو اللي ضيع بنته بايده استغربوا، ده غير انه كان باين عليه حالة انهيار غريبة جدا. ولما يوصل رجال الامن ويشوفوا والدها في حالة الانهيار دي يسألوه هو ايه اللي حصل، فيقول لهم ان هو وياسمين بنته شدوا مع بعض شوية، مجرد خناقة بسيطة بسبب خلاف بسيط بيحصل بين اي اب وبنته، وانه بعدها راح يصلي العشاء ولما رجع قعد ينادي عليها ما ردتش، فدخل الأوضة بتاعتها ولقاها مرمية على الأرض، وقعد يحاول يفوقها وافتكر ساعتها انه مغمى عليها، فنقلها على المستشفى واتصدم لما سمع الفريق الطبي هما بيقولوا له ان بنته متوفية بقالها ساعتين. ولما اتسأل عن آثار التعذيب الموجودة على جسمها قال لهم انها استفزته وغصب عنه ضربها بايده، بس الغريب ان الضرب اللي على جسم ياسمين كان باين قوي انه مش بالايد. رجال الأمن خدوا أحمد والد ياسمين على اسم الشرطة علشان يكملوا التحقيق هناك، وطبعا وهم مراعين إن بنته اللي عندها 17 سنة توفت، وتم نقل الجثمان للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهل هي فعلا خناقة بسيطة ولا لا. تحديدا ان التحليل المبدئي للفريق الطبي في المستشفى بيقول انها تعرضت لنزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية. وفي الوقت اللي والد ياسمين راح على اسم الشرطة علشان يستكمل رجال الامن مع التحقيق تبدأ التحريات عنه وعن بنته. رجال الامن يتكلموا مع الجيران هناك واللي بيقولوا ان احمد شغال في مخزن خردة، واول ما بيصحى بينزل على شغله على طول وبيفضل هناك لحد بالليل، وعمرهم ما سمعوه بيتخانق مع حد من عياله، مع انه عصبي جدا وبيتخانق مع المنطقة كتير. بس واحدة من الجيران قالت كلام عكس كده تماما، قالت انه مدمن مخدرات وبيضرب عياله كتير، وان اليوم اللي ماتت فيه ياسمين هي كانت سمعاه من بدري بيزعق لها وعمال يضربها لحد ما بنته ماتت في ايده، وان مراته سابته وطفشت منه بسبب اسلوبه الوحش وادمانه للمخدرات، وكانت هي اللي بتصرف عليه وسابت له العيال بعد الطلاق، وكانت ياسمين هي اللي بتصرف بعد كده على اخواتها وكأنها امهم مش اختهم. وتوصل معلومات تانية من جيران مختلفة قالوا ان ياسمين مخطوبة لواحد بالغصب، وان ابوها هو اللي اصر عليها تتخطب للشاب ده وهي لسه عندها 17 سنة، وان ياسمين لما قالت له انها مش هتتجوزه وعايزة تكمل تعليمها والدها ضربها لحد ما ماتت في ايده. طبعا كلام الجيران والشهود كان فيها حاجات كتير عكس بعض، بس المهم ان التحريات الامنية وصلت لاكتر من معلومة. الاولى ان والد ياسمين راجل محترم ومراعي بيته وعياله وعلاقته بياسمين كويسة جدا، انما المعلومات التانية ان والد ياسمين ده راجل مدمن وعصبي جدا وبيتخانق مع ناس كتير. والمعلومات التالتة ان ياسمين هي اللي بتصرف على اخواتها ومتحملة مسؤولية البيت بعد ما والدها ووالدتها اتطلقوا. والمعلومات الرابعة هي الاشاعة الاكبر واللي انتشرت بسرعة، وهي ان والدها عايز يغصب عليها جوازة معينة، بس لما رفضت ضربها وماتت. متخيلين كم الإشاعات والمعلومات اللي ظهرت؟ عايزين بس نستوعب خطورة وأهمية التحقيقات وجمع المعلومات والتأكد من صحتها. المهم ان ندى اخت ياسمين قالت كلام مهم جدا، قالت في التحقيقات ان ابوهم هو سندهم وكان الملجأ الوحيد ليهم وملهمش غيره، ومن بعد ما والدتهم اتطلقت من والدهم من 5 سنين، وان الطلاق ده حصل بالاتفاق بين الطرفين، يعني مفيش بينهم خلافات ولا هي زهقت منه.
مجرد اتنين مش متفاهمين وحصل بينهم شوية مشاكل فاتطلقوا، يعني حاجة عادية جدا ما تستحقش الكلام اللي الناس قالوه. وقالت كمان ان اختها ياسمين بتحب خطيبها جدا، وان لما والدها عرض عليها انهم يتخطبوا وافقت على طول، يعني ولا ابوها غصبها على الجواز منه ولا حاجة. طيب المشكلة جت منين؟ طالما الحياة عادية كده ومستقرة، ايه اللي يوصل الموضوع لكده؟ ندى اخت ياسمين قالت ان من فترة كبيرة ياسمين اتقدم لها عم واحدة صاحبتها، وده قبل ما هي تتخطب بحوالي 8 شهور، وياسمين ساعتها بكل حب رفضت الجوازة دي، بس صاحبتها فضلت العلاقة بينها وبين ياسمين كويسة ومستمرة، وده لان صاحبتها دي عشرة عمر وعارفين بعض كويس. وفي يوم تنزل ياسمين هي وصاحبتها على السوق يشتروا شوية حاجات، وصاحبتها بتشتري اكتشفت ان الفلوس اللي معاها مش هتقضي، فطلبت انها تستلف من ياسمين 100 جنيه لحد ما ترجع على البيت وتدهم لها. وفعلا بعد ما خلصوا اليوم طلبت من ياسمين انها تيجي معاها البيت تنزل لها ال 100 جنيه اللي استلفتها منها، وراحت معاها ياسمين فعلا البيت علشان تاخد الفلوس. بس ياسمين وهي خارجة من الشارع خطيبها شافها وراح حكى لابوها، وما فكرش حتى يروح يتكلم معاها او يفهم هي واقفة في المكان ده ليه. وطبعا خطيبها كان عارف ان عم صاحبتها دي كان عايز يتجوز ياسمين، فراح خطيبها على طول لوالد ياسمين وحكى له اللي حصل والمشكلة اللي كانت عنده، ازاي ياسمين تروح بيت صاحبتها اللي عمها كان عايز يتجوزها. الراجل ما يقبلش على نفسه الكلام ده، وطبعا الطريقة في الكلام بتفرق. وبعد ما خلص خطيبها كلامه مع والد ياسمين، والدها طلع على البيت غضبان جدا وقعد مع ياسمين يسألها على اللي حصل، وهي حكت له كل حاجة بالتفصيل، لكن الراجل كان سخنان جدا، وفي ساعة شيطان وقت غضبه ضربها وسابها على الأرض، وإنها كانت صاحية وراح اتوضى علشان يصلي العشاء وخلص صلاة، ولما رجع قعد ينادي عليها لقاها ما بتردش، دخل عليها وما استوعبش اللي حصل، وساعتها قعد يضرب دماغه في الحيطة وكان مش مستوعب خالص اللي حصل. وساعتها نقلوه على المستشفى واتصدم اكتر لما عرف ان بنته توفت. وندى كمان اتكلمت عن علاقة ياسمين بوالدها، وقالت ان العلاقة كانت قوية جدا، وانها كانت اكتر حد متدلع عند والده، لدرجة ان اي حد فيهم كان بيبقى عايز حاجة كان بيروح لياسمين يطلبها منها علشان هي اللي تروح تطلبها من والدهم، وده لان ياسمين كان ليها دلال خاص عند والدها وكان صعب يرفض لها اي طلب، وما كانش بيقدر يستغنى عنها خالص. وان لما والدتها انفصلت وسابت البيت، اختها ياسمين هي اللي كانت مسؤولة عن كل حاجة، وكانت بتساعد والدهم حتى في شغله في محل الخردة. وللعلم المعلومة دي ناس كتير جدا قالوها، علشان كده وصفنا ياسمين في البداية انها فعلا بنت جدعة. كمان ندى اختها قالت انها لما كانت بتحتاج حاجة كانت بتطلبها منها وبتحس انها امها مش اختها، وان عمر ياسمين ما كسفت اي حد من اخواتها. وقالت كمان انها مش عايزة اي حد يقول على والدها انه مدمن، وده لانه كان راجل طيب جدا وعمره ما عمل معاهم اي حاجة وحشة. اما خطيب ياسمين في التحقيقات قال انه ما قدرش يروح يتكلم مع ياسمين ويسألها ايه اللي موقفها تحت بيت صاحبتها، وده لان البيت فيه راجل، وان كلامه مع الرجالة مش الحريم، وان هو وياسمين بيحبوا بعض جدا، مش مغصوبة عليه ولا حاجة زي ما الناس بتقول. وقال كمان ان مفيش اي خلافات حصلت بينه وبين ياسمين. بينه وبين ياسمين، وكان متصور معاها قبل ما تتوفى ب3 ايام، ورفضت تديله الصور دي وقالت له انها هتعملهم في برواز وهتجيبها معاها في جهاز الشقة لما يتجوزوا. ونفى تماما خطيب ياسمين ان والدها ضربها علشان شاكك في سلوكها، وانها بتحب حد او بتكلم حد غيره، وان عمرها ما اشتكت والدها لخطيبها، وان كل اللي حصل ده مجرد ساعة شيطان، وان كل اللي حصل يوم الوفاة لمجرد ان ابوها بس كان عايز يعلمها الادب مش اكتر. واتضايق جدا ان في ناس اعترضت ان ابوها يضربها بالوحشية دي، وقال انه طبيعي اي اب ممكن يربي ولاده بالطريقة اللي شايفها صح، بس للاسف وهو بيضربها خبطها على راسها خبطة كده جت غلط فوقعت على الارض. وكان مستغرب جدا وصف الناس ليه انه مجرم وقاتل، وشايف انه طبيعي جدا اي اب يضرب ولاده طالما هيربيهم. ده غير ان والدها كمان حاول يموت نفسه بعد اللي حصل. وبعد كلام ندى اخت ياسمين وخطيبها في معلومات اتعدلت واتغيرت،
ملخصها ان ياسمين علاقتها بوالدها وخطيبها حلوة جدا ومفيش اي مشاكل بينهم خالص، وان ثقة والدها فيها ملهاش حدود، والسبب اللي خلى خطيبها يتكلم مع والدها هو ان البيت له راجل، وان الخناقة اللي عملها والدها تعتبر خناقة بسيطة مجرد ضرب بالايد علشان يربي بنته، وده على حسب كلام خطيبها. ونوصل لاهم المعلومات بعد ما والدها قال انه فعلا ضربها بس مش بايده، ضربها بخرطوم البوتاجاز التقيل على جسمها، وده علشان يعلمها الادب وانها ما تروحش بعد كده المكان الا لما ترجع له الاول. وان خطيب بنته لما اتكلم معاه قال له كلام ضايقه جدا، وفي نفس الوقت الكلام ده سخنه فطلع علشان يعلم بنته الادب. واضح ان الكلام اللي وصل له ما كانش بسيط، وواضح كمان ان مفيش ثقة ولا حاجة بين ياسمين وبين والدها، وانه بعد ما ضربها بالخرطوم جامد نزل وراح يصلي العشاء، ولما رجع لقاها ما بتردش، وساعتها اكتشف انها توفت بعد ما وداها على المستشفى. احمد والد ياسمين قال انه ما كانش يقصد ابدا اللي عمله في بنته، وانه روحه فيها ومستحيل يتصرف فيها كده، واكد في التحقيقات ان خطيبها سخنوا عليها، وقال كمان ان نفسه ياسمين بنته تسامحه، وانه عايز يتعدم النهارده قبل بكره لانه مش مستوعب اللي عمله فيها خالص. حاليا التحقيقات شغاله، ووالد ياسمين محبوس 15 يوم على ذمه التحقيقات لحد ما يتم احالته للمحكمه، ونشوف وقتها المحكمه هتحكم بايه. تفاصيل قصه ياسمين مؤلمه جدا، بنت زي القمر راحت في غمضه عين لمجرد ان حد سخن ابوها عليها. وزي ما قلنا في الاول في ناس اساتذه في التسخين، تقولك الكلام بطريقه تخليك نفسك تاكل اللي قدامك. بس في نقطه مهمه هنا، مهما حد حاول يوصل لنا صورة أو يتكلم بطريقة معينة على شخص أو موقف، لازم نستوعب إن ثقتنا في ولادنا لازم تكون كبيرة جدا، تحديدا لما